اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يلا بقى نصلي على الرسول هنعمل ونشوف هنعمل ايه المبكبكة مع بعض. بطريقة حلوة قوي وسهلة. هنعمل بقى المبكبكة تبكيك احلى من البط والفريك. عندي حلة على النار، نزلت فيها بقطعة من الزبدة ورشة من الزيت، وجبت بصلاية قطعتها قطع صغيرة جدا، ممكن تفرميها برضو مفيش مشكلة، وشوحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع الزيت والزبدة. طبعا لازم لما بتحطوا زبدة تضيفوا رشة من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش مننا. ودلوقتي نزلت بمعلقة من الثوم، وهتن بقى اشوح بصوا لحد ايه ما اللون اللي هو قام اللي هو يصفر معانا كده. بعد كده بقى عندي نص كيلو من الجمبري مغسول كويس جدا ومتنضف، ونزلت بقى عليه كده على الزبدة والبصلة، هديله تشويحة. اول بقى ما ياخد اللون الاورنج اللي معانا التحفة ده هنزل بالتوابل، معلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل، معلقة من الملح، ورشة صغيرة من الكمون. وهقلب بقى، مش عايزة اقول لكم على الريحة، وعصرة من الليمونة. طبعا احنا بنعمل المبكبكة تبكيك احلى من البط والفريك. شايفين الجمال يا حبايبي؟ بصوا، وهنا بقى بشيل الجمبري اول ما اخد صدمة معايا بشيله، وهنزل بقى دلوقتي في الحلة. دلوقتي شلت كمية الجمبري، هنزل بقى بالحلة اي نوع مكرونة موجود عندك ومتوفر عندك. احنا بنحب المكرونة الاقلام. نزلت كده بعد ما شلت الجمبري، هشوحها كده كلها مع بعضها. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. هشوح بقى المكرونة دي كلها مع بعضها كده. ودلوقتي بقى ايه، هنزل دلوقتي عليها بالصلصة. دي كانت صلصة عندي مفرزاها، هنزل دلوقتي بالصلصة وهقلبها بقى كلها مع بعضها كده شبه طبعا علشان المبكبكة هي اسمها مبكبكة. هقلب بقى، هدخل الصلصة كلها في المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى مسكت حلة. دلوقتي بقى هضيف الشوربة. كنت عاملة الشوربة، كنت عاملة شوربة جمبري، عملتها بثلاث جمبريات بس. طبعا مسكت، طبعا على بدل ما تضيفي مية ممكن تضيفي مية عادية خالص، مش شرط شوربة جمبري. بس انا لقيت الجمبري اللهم بارك كان يعني كمية، اخدت منه ثلاثة. وعملت بقى شوربة جمبري كده علشان طبعا المبكبكة تبكيك احلى من البط والفريك. شايفين المنظر؟ ونزلت كده بشوربة الجمبري، هخليها بقى بصوا تبقبق مع بعضها كده. وهنزل دلوقتي بقى بقرنين فلفل، واحد احمر بقى وواحد اخضر، الموجود عندك ضيفيه. شايفين المبقبقه؟ اول كده ما تبدا اللي هي تبقبق معايا طبعا هتضيف الجمبري. طبعا الجمبري ما بياخدش سوا على النار ولا حاجه، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال؟ بصوا المبكبكه بدات اللي هي تبكبك معايا ازاي. شايفين؟ مش انا قلت لكم احلى من المبكبكه تبكيك احلى من البط والفريك. وهنا بقى نزلت بكميه الجمبري، وهدخل بقى المكرونه مع الجمبري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اكله سهله وما بتاخدش وقت خالص، ما بتاخدش 5 دقايق منك. لو مش عارفه تعملي اكل إيه ابعتي جيبي جمبري ومكرونه. اكله سهله جدا وما بتاخدش وقت منك، ما بتاخدش مواعين كتير. وبس بالنسبه لي المبكبكه كده خلصت، وعصره ليمونه في الاخر. ممكن تضيفي يعني ممكن تدوقوا الصلصه لو حسيتي اللي هي لسه عايزه توابل، ممكن تضيفي رشه من الملح ورشه من الكمون ورشه من الكزبره بس. وهي خلصت كده. وجبت هنا بقى صينيه. شايفين الجمال؟ عدى الكلام. شايفين الجمال؟ شايفين التركات والحلويات؟ بصوا مبكبكه ولا مش مبكبكه دول بصوا يا حبايب قلبي، مبكبكه ولا مش مبكبكه دي يا حبايب قلبي؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، شفتم قلبت البيت مطعم. طبعا طبق اللي مبكبكه ده دلوقتي مش عايزه اقول لكم عامل كام، انتوا اكيد عارفين طبعا. إيه، سهله جدا واقتصاديه وما فيهاش حاجات كتير. ممكن تبعتي تجيبي بربع كيلو جمبري، ما فيش اي مشكله، وهتعملي احلى مبكبكه واحلى من بتاعه بره. بجد كان طعمها حلو قوي قوي، تستاهل بقكم يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. كان غدانا النهاردة بجد جميل، جمال ملوش مثال، بجد حلوة قوي قوي قوي. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايب قلبي.